السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله معانا فيديو جميل جدا عن الطحينة، نقدر نعملها في البيت بكل سهولة وبأقل تكلفة. تمام، تابع الخطوات معايا وان شاء الله هتعجبك وهتعمليه وهتبقوا استاذة فيها. تمام. يا ريت بقى ما تنسوش اللايك، اللي ما اشتركش في القناه يدخل يشترك، وما تنسوش تعليق بالصلاه على المصطفى الحبيب. معانا المكونات بتاعتها 3 حاجات: كوبايه من السمسم، سمسم متحمص، حابه تجيبيه ابيض وتحمصيه انتي مفيش مشكله، انا جايباه متحمص. ومعايا كمان نفس مقدار السمسم كوبايه من الدقيق، يعني الكوبايه اللي انا عايرت بيها السمسم هي اللي هعاير بيها الدقيق، هي نفس الكوبايه برضو اللي انا عايرت بيها الزيت. تمام. هجيبهم كده اقلبهم على بعض، السمسم على الدقيق، وبعد كده هاخدهم على البوتاجاز احمصهم. هتديلهم تحميصه، يعني ايه؟ تشمي فيها ريحه السمسم. تمام، طالما شميتي ريحه السمسم فيهم كده يبقى ايه التحميصه بتاعتك كويسه، وتيجي تمسكيها بايدك الدقيق مع السمسم، يعني ايدك ما تستحملش. خلاص كده هنجيب بقى مطحنه الخلاط، محدش يعلق على مطحنه الخلاط بتاعتي، هي شغاله كويسه بس انا مجبساها من بره. المهم ان هي شغاله. عندك بقى كبه من بتاعه اللي هي بتطحن التوابل وكلام من ده، مفيش مشكله، عندك كبه الخلاط هتشتغل، هتضربيها. المهم انك تضربيها ضرب كويس بحيث انك تطلعي الزيت بتاع السمسم. تمام، تبع الخطوات ان شاء الله وهتطلع معاكي زي الفل. بغيبها شويه في الطحن علشان انا عايزه ان انا السمسم يظهر الزيت بتاعه، زي ما انت شايفه كده في قاعده الخلاط كمان باينه، عامله زي العجينه بالظبط. تمام، شايفين اهي؟ انا بوريها لكم اهي، عامله زي العجينه المبلوله. تمام، هخلص الكميه بتاعتي كلها كده بعد ما اطحنها، هخلصها كلها بنفس الطريقه دي. هي طريه بس هي عامله زي الرمله المبلوله، بس في نفس الوقت ايه السمسم معايا انطحن. تمام، لو حابه تركزي عليها اكتر من كده كمان يكون احسن. هجيب بقى شفشق الخلاط وهنزل بالدقيق والسمسم اللي انا طحنتهم، ومعاهم كمان ايه الزيت. هنزل شويه بشويه كده وهضربهم في الخلاط. اضربيهم حوالي دقيقتين 3 4، كل ما تضربيها في الخلاط كل ما هتلف معاكي وهتديكي القوام الحلو. هنزل ببقيه الكميه بتاعتي واحده واحده. زي ما انت شايفه كده، ابتدي ازود شويه بشويه علشان ايه الخلاط ما يوقفش معايا. شويه من الدقيق على السمسم على شويه من الزيت. شايفه؟ اضربيهم دقيقتين 3 5 دقايق. بزود الدقيق واحده واحده الزيت هيديكي بقى الطحينه. دي الطحينه الحمراء. شايفين الخلاط وهو بيضربها؟ خلصتها طبعا. عملت قد ايه؟ انا وزنتها في البرطمان اللي انا نزلتهم فيه دوت، عملت حوالي نص كيلو. نص كيلو الطحينه دلوقتي عامل 80 جنيه. احنا عملناها في البيت، عندنا الدقيق وعندنا الزيت، اللي اشتريته بس السمسم، يعني ما كلفنيش كتير. نقلته بقى في شايفين؟ انا بقى يعني انا بحطها في برطمان يكون ازاز محكم الغلق، وفي نفس الوقت بوريك اللي هي الخامه بتاعتها نازله ما شاء الله، مش مفيهاش تكتلات، مفيهاش اي حاجه، ما شاء الله نازله يعني حلوه ازاي، جميله. هي بقى الطحينه اللي انت بتشتريها من بره، بس طبعا الكاميرا عندنا ظالمه اللون تماما، لان هي لونها احلى من كده بكتير. ده لونها دوت.